السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام أحبتي في الله، نتمنى تكونوا بخير وإن شاء الله ربي ينعم عليكم بالصحة والعافية. ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي اللي نتمنى من كل قلبي أنه ينال إعجابكم. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير وتصوموا بالصحة والعافية إن شاء الله. وأسأل الله لي ولكم أن ربي يتقبل منا الطاعات وأنه يجعلنا من عتقاء من النار. طبق اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم قراطة بالباذنجان، طبق مختلف جدا عن الأطباق اللي تعودتوا تعملوها بالباذنجان. أول حاجة راح نحتاج إلى حبات من الدنجال ولا الباذنجان. أنا هنا استعملت 2 حبات كبار كما راكم تشوفوا، وشويتهم تشووهم في الأرض، شويتهم هنا في القلاية الهوائية، ولا تشووهم في الفرن ولا تشووهم في النار فوق النار، يعني الطريقة اللي نتوما تفضلوها والطريقة اللي تريحكم. أنا استعملت الاير فراير عفوا، هي اللي شويت فيها الباذنجان. الصراحة تهنيكم ومن مشوي الفلفل والباذنجان. المهم ومن بعد نظفتوه، هنا سنيتو حتى نبرد، ومن بعد نظفتوه قشرتو بهذه الطريقة اللي راه واضحة في الصورة. وبالنسبة لهاد الوصفة فيها 4 مراحل، يعني هي شوية الوصفة سهلة ولكنها ليست سريعة، فيها 4 مراحل تحضروها. فلذلك أنا هنا راح نعطيكم نصيحة. كما أنا هنايا الباذنجان شويتو يوم قبل، شويتو ونظفتو وكل شيء وحضرتو، يعني الباذنجان حضرته يوم قبل ما ندير الوصفة، باش هكا ما يكثروش عليا المراحل ويكثر عليا تزيد عليا الوقفة في المطبخ. المهم كما راكم تشوفوا هذه المرحلة الأولى كلها كانت في يوم وباقي المراحل كانوا في اليوم الثاني. المهم هنايا الباذنجان كما راكم تشوفوا قشرته وقطعته بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، يعني تكادوا تهرسوه كما نقولوا بالسكين. هرسوه مليح مليح، لازم يجيكم كي شغل مرحي، ولكن هو بالسكين فقط، يعني طريقه تقطيع فقط بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. تقطعوا 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 تعاودوا حتى يتهرس معنا مليح بهذه الطريقه اللي راه واضح في الصوره. ومن بعد تحطوه في صحن وتحتفظوا به جانبا باش تروحوا الباقي عفوا المراحل، لانه فيها كما سبق قلت لكم 4 مراحل هذه الوصفه ولكنها تستحق العناء. المرحله الثانيه اللي هي مرحله نقلوا اللحم. اول حاجه راح نقطعوا البصله الى مكعبات ونديروا فيها شويه زيت وفوق النار في مقله ونقلوها. انا هنا رشيتها بشويه ملح، ومن بعد بعد ما رشيت الملح راح نغطيها نخليها تدبل شويه دقيقتين ولا 3، ومن بعد عاد نضيف ليها اللحم المرحي. طبعا انا الملح دائما نضيفه مع البصل، يعني تقدروا تضيفوه الملح مع اللحم المرحي، وتقدروا تستبدلوا اللحم المرحي بالدجاج المرحي، يعني لكم كامل الحريه، خاصه انه الطبق ابيض. من بعد ما بدا اللحم في الطهي يدخل فيه الطهي اضفت التوابل والثوم. بالنسبه للثوم تقدروا تضيفوا الثوم بودره لو كانت متواجده عندكم، انا ما كانش متواجده عندي فاضفت الثوم 2 سنينات تاع ثوم مرحيين، واضفت شويه فلفل اسود اللي هو البزار، شويه فلفل احمر حار، وشويه توابل الدجاج. اذا كان عندكم توابل الدجاج ضيفوها، ولا ما عندكمش ضيفوا توابل الشاورما، راح يديروا لكم نكهه ولا اروع للحم. ودرت شويه كمون، كالعاده انا من عشاق الكمون فدائما نضيفوه، تقدروا نتوما تستغناو عليه لو كان ما كنتوش تفضلوه. انا وحده من الناس ندير الكمون في كل وصفاتي، فلذلك ما تستغربوش. المهم خلطوه هنا كما راكم تشوفوا مليح، تحريكه هكا بسيطه، يعني راح يكمل طيابه كما نقولوا. ومن بعد هذه اختياريه، انا دائما ندير كاس شاي نتاع الماء للحم المرحي ونغطيه ونخليه يتكتك على نار ناقصه حتى ينشف. تقدروا تستغناو على هذه الخطوه. من بعد راح نروحوا للمرحله الثالثه اللي هي تحضير البطاطا. طبعا جبت 3 حبات بطاطا قطعتهم الى قطع، قشرتها وقطعتهم ودرتهم يتغلاو في الماء والملح حتى نطابوا. من بعد كي طابوا صفيتهم وجيت باش كما راكم تشوفوا هكا حطيتهم في صحن. راح نحط عليهم 5 حبات نتاع المثلثات نتاع الجبن وملعقه نتاع الجبن الفوندي. تقدروا تستغناو عليها هذه الخطوه، هذه الاضافه. ودرت شويه كمون وشويه بزار الملح انا ضفته من البدايه. ودرت كاس نتاع الشاي نتاع الحليب حسب الكميه، لان انا استعملت 3 حبات بطاطا متوسطه، وهرست كل شيء مع بعض والبعض وخلطت في نفس الوقت. وراح نخليها جانبا نروحوا للمرحله الرابعه. كما راكم تشوفوا هو فيها شويه مراحل ولكن
تبان لكم هكا صعيبة ولكن ماشي صعيبة، سهلة صدقوني. المرحلة الرابعة، عفوا، نروحوا للمرحلة الرابعة اللي هي مرحلة تحضير البيشاميل. طبعا تقدروا تحضروا البيشاميل بالطريقة اللي نتوما متعودين تحضروها، بأي طريقة تريحكم وتساعدكم. أنا هنا درت ملعقة كبيرة نتاع الزيت وملعقة كبيرة نتاع الزبدة، ودرت فيهم ملعقة ونصف فرينة، قليتهم مليح مليح فوق النار، ومن بعد أضفت ليهم نصف لتر نتاع الحليب، واستمريت في التحريك كما راكم تشوفوا بهذا الشكل حتى بدات تعقاد أو بدات تسخن. أضفت ليها شوية ملح وشوية بزار اللي هو الفلفل الأسود، وخلطتها بهذا الشكل. استمريت في التخليط حتى تبدا تعقد، ومن بعد منين تعقد نطفي عليها النار، ومباشرة بعد ما نطفي عليها النار أضفت ليها هذاك الباذنجان اللي سبق وشويته وقطعته في بداية في بداية تحضير الوصفة. أهم شيء أنه بمجرد ما تطفوا عليها النار، بمجرد ما تطفوا عليها النار وهي سخونة تخلطوا فيها هذاك الباذنجان، يعني ما تستناو حتى تانية، وتخلطوا كما راكم تشوفوا بهذا الشكل اللي هو واضح في الصورة. تخلطوا مليح 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 حتى تختلط البيشاميل مع الباذنجان، وحتى ما توليش تبان باللي راكي مخلطة الباذنجان. هذه الطريقة راح تخلي اللي ياكل هذا الكراطان ما يتعرفش نهائي على أنه راهو ياكل الباذنجان. الوصفة هذه لعشاق الباذنجان، عشاق الوصفات البيضاء أو الأطباق البيضاء، والبنة ولا أروح صدقوني تستحق العناء. المهم نجو لمرحلة خلط المكونات كلها مع بعض البعض. طبعا نجيبوا صينية تدخل الفرن، ولا كما راكم تشوفوا أنا جبت هنايا بلاوات صغار فردية، ودرت فيها كما راكم تشوفوا هنايا البطاطا أول شيء، أول طبقة، والطبقة الثانية راح نرش اللحم بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها، ومن بعد الطبقة الثالثة اللي هي طبقة البيشاميل مع الباذنجان، الطبقة اللي خلطناها. وكي تحطوا في الصينيات ما تعمروهاش حتى الفوق مليح مليح، لأنه البطاطا راح تزيد تضاعف حجمها وتصرف عليكم، فمن الأفضل. ومن بعد رشة الجبن طبعا هنا كما راهو واضح في الصورة، وتدخلوها للفرن تبقى في الفرن. هي كل شيء راهو طيب، ولكن من الأفضل تخلوها واحد نصف ساعة حتى ل40 دقيقة يعني. ولكن يعني أنا خليتها نصف ساعة، 20 دقيقة شعلت لها من التحت، ومن بعد 10 دقائق شعلت لها، مني تبقى واحد 10 دقائق شعلت لها من الفوق حتى تحمروا بهذا الشكل اللي راكم تشوفوه. ومن بعد تتناولوه بالصحة والعافية. تقدروا تاكلوه سخون، تقدروا تاكلوه بارد، تتناولوه من غير الخبز. يعني بالنسبة للناس اللي ما ياكلوش الخبز، هذا يتكل هكا يعني بالملعقة ولا بالشوكة. طبق ولا أروع صدقوني، يستحق أنكم تجربوه، يستحق العناء. هذا الكراطان يعني الناس اللي يبغوا الدنجال ومتعودين يديروه كراطان، فهذا الكراطان متغير تماما تماما على انواع الكراطان اللي سبق ودرتوهم بالباذنجان. جربوه وان شاء الله ما راحش تندموا. نتمنى انه فيديو اليوم يكون نال اعجابكم. نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله. دعواتكم لي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما تنساوش اني احبكم في الله. سلام.